السلام عليكم بنات، كنتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الوصفه ديال البيتزا ولا باد البيتزا اللي كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. كنتمنىكم تجربوها. كتجي مفشفشه ورطبه، لاباط اللي كتجي رائعه. كنتمنىكم تجربوها لانها رائعه. ويمكن لكم هاد لاباط هادي تصوبوا بها لي ساندويتش، الخبز ديال البرجر، اي حاجه بغيتو، راه كتجي زوينه بزاف. هنا نبداو على بركه الله. هنا انا كنت مجروبه درتها في العجانه، نتوما يمكن لكم تعجنوها غير بيديكم. هنا البنات غنعطيكم مقادير اللي مضبوطه. غادي ديروا المقادير اللي مضبوطه 100%. هنا كيف ما قلت لكم عندي كيلو ونص ديال الدقيق فورص الرطب. غادي ديروا معلقه ديال الملحه، ديروا 2 معالق كبار ديال الخميره حبيبات، غادي ديروا 2 معالق كبار ديال سنيده حبيبات سنيده، غادي ديروا 5 ديال الفرماجات، وهذا هو السر اللي كيجيبها زوينه رطبه وهشيشه. كديروا كاس ديال الزيت البلديه، كديروا 2 كيسان ديال الماء دافي، كديروا نص سيطرو ديال الحليب، وكتخلطوا المكونات. هادو هما المكونات فقط. راه كتجي البنات هاد العجينه كتذوب في الفم، مرطبه رطبه رطبه، واحد الرطوبيه، واحد الهشاشه فيها. كنتمنىكم تجربوها. البنات معلقه ديال الخل نسيتها. هنا تا كتعجن لي العجينه، عاد كنزيد واحد الخويط ديال الزيت العود. هنا كيف ما قلت لكم تعجنوها غير بيديكم. هنا غير كنت مزروبه ودرتها في العجانه. هاد العجينه البنات ديروا منها الخبيزات، ديروا منها لي برجر ساندويتش، خبيزه الساندويتش، تجي واحد الرطوبيه فيها خياليه، لان ديك الفرماج هو اللي كيعطيها هاد الهشاشه وهاد الرطوبيه. كنتمنىكم تجربوها. شفتوا البنات راه العجينه كتجي نيشان، كتجي ما جاريه ما قاصحه، كتجي معلكه. هنا حيدتها من العجانه، ديتها وجبتها لفتيك الزيت. كنوريكم غير القوام ديالها اللي خصكم تحصلوا عليه. راه ديك المقادير اللي عطيتكم ديال الزيت وديال الماء وديال الحليب كيجي مع كيلو ونص ديال الدقيق نيشان، ما كتزيدوا ما كتنقصوا. صافي هنايا زدت واحد شويه ديال الزيت وخليتها تخمر. هنا تخليوها تخمر مزيان، لان السر ديال العجينه ديال البيتزا هو داك الخميره. هنا من بعد ما خمرات كنخرجوا من هذاك الغاز، كتجي واحد الرطوبيه فيها البنات خياليه، وفيها يمكن لكم ديروا بها عده استعمالات، ماشي غير العجينه ديال البيتزا. كيف ما قلت لكم خبز ديال الساندويتش، خبز البرجر، لان تجربوها ان شاء الله وتشوفوا هاد لاباط كي دايره، واحد الخفه فيها، واحد الرطوبيه، تجي زوينه بزاف. هنا انا ما درتش الزعتر، البنات اللي بغى يدير الزعتر يديرو، لان داك الفرماج كيعطي واحد البنه خطيره. كاين اللي ما كيبغيش الزعتر، انا وليداتي ما كيبغيوش الزعتر. صافي هنايا قسمت العجينه على 2. هنا كندير شويه ديال الطحين، ما كنبقاوش ندلكو فيها بزاف. ملي كنديغازيوها ما كنبقاوش كنخرجوا داك الغاز اللي فيها، ما كنبقاوش نعجنوها ونعاودو، لا. صافي كنخرجوا داك الغاز اللي في العجينه، كنقسموا العجينه على 2 وكنطلقوها هكا بالدلاك عادي. نتوما كتختاروا السمك اللي بغيتو ديال العجينه، يا اما رقيقه يا اما متوسطه غليظه، اللي بغيتو على حسب نتوما شنو كتبغيو. واش كتبغيو البيتزا ديالكم تكون رقيقه ولا تكون غليظه. انا هنا خليتها شويه جات ملحمه شويه، نتوما على حسب اللي بغيتو. راه كتعطيكم الطوع بسهوله، كتطلق. كنستمر بهذه الطريقه. هذا هو السمك اللي خليتها فيه انا. صافي كندير ديك نخليها هنايا البنات. ملي كتطلقوا العجينه ما قطعوهاش في البلاصه، كتخليوها واحد 5 دقائق. حتى هذا سر من اسرار ديال البيتزا، باش ما كتجمع لكمش العجينه في الفران.
كتدلقوها بالدلاك، كتكوها بديك ديك الجراره ديال البيتزا، وكتخليوها واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق. عاد كتقطعوه بالقطاعه ديالكم باش ملي كندخلوها الفران ما كترجعناش العجينه، ما كتجمعش. صافي كنستمر بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم. انا عندي هاد الجراره هذه ديال العجين ديال البيتزا، اللي ما عندوش يستعمل الفرشاط، ولكن الصراحه هذه عمليه كتسهل علينا الخدمه شويه. كما قلت لكم نتوما تخليوها ترتاح، انا غير مع التصوير ما خليتهاش. كتقطعوا بالقطعه اللي بغيتو. انا هاد القطعه هذه فيها العبار ديال 9 سنتيم، كلكم ديروا قل ديروا كتر، هادو فرديين. كنستمر بهذه الطريقه، ما كتديوش يديكم وتجيبوها، غير كتبركوا باش كتبقى العجينه في العبار ديالها. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. وداك الرجع د العجينه البنات ما كنكوروهش، كنديروها طريف على طريف ديال العجينه وكنخليوه يرتاح. صافي من بعد ما كيرجع يرتاح كنوليو نطلقوه عاوتاني، لان الا كورناه كترجع العجينه مطاطيه، ما كتبقاش العجينه مطلوقه. صافي كنستمر بهذه الطريقه. هنا درت هاد القطعه هذه، كيجيو حبات فرديين، راكم ديروهم كبار. انا راه تبارك الله ما شاء الله خرجت لي كميه لا باس بها من هاد العجين هذا. هنا كما قلت لكم كنديروا غير قطعه على قطعه ديال العجين وكنجمعو نديروها في بلاستيك. انا هنايا خليتها شويه غليظه، نتوما على حسب شنو كتبغيو، واش رقيقه ولا غليظه. صافي هنا الجزء الثاني ديال العجينه وليت طلقته نفس الطريقه، طلقوه باستعانه شويه ديال الدقيق. هنا العجينه كتبقى تلصق معنا واحد شويه فقط، لان فيها الفرماج هو اللي كيجعلها تلصق شويه. باش كنتفاداو كنطلقوا العجينه بشويه ديال الدقيق. العجينه كتجي رطبه رطبه هشيشه ومطاطيه، ما كتكبتش ما كتجمعش. تخافوش منها، راه ساهله في الخدمه، بالعكس عجينه اللي رطبه بزاف وسهله وكتجي في الساندويتشات ولا اروع. كنتمنىكم تجربوها، حتى في البيتزا جات رائعه وسهله بزاف، كتحط لنا كميه تبارك الله راه. صافي هنا البنات كيف ما قلت لكم بعد ما وضعتها في اللاطه، كنوضعها في اللاطه الفران يكون سخون. كندخلوا اللاطه ديالنا الفران سخون وعاد كنقصوا له العافيه. هي كتبغي شويه العافيه من جهه البيتزا باش ما كتطيبش في الفران، لانها كتشمع ما كنطيبوهاش، طيب غير نص طيبه. هنا الطلقه الثانيه ديال العجينه غندير بيتزا فرديين شويش كبار. انا كانت عندي هادي بها عبرت، نتوما تقطعوا باللي بغيتو. الغطايه هذه ولا هذه انا فيها 17 سنتيم. بيتزات اللي فرديين جاو زوينين بزاف. نتوما تقطعوا بالقطعه اللي عندكم طبيعه الحال. كيف ما قلت لكم البنات انا قطعت حبات فرديين متوسطين، ماشي كبار ماشي صغار، على حسب القياس اللي بغيتو. انا قطعت 6 ديال الحبات اللي متوسطين. العجينه كتجي واحد الرطوبيه فيها كتجي زوينه بزاف. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه اللي عندي. داك الرجوع البنات كنخليوه يرتاح شويه عاد كنرجعو نكملوه.
طريقة اللي سهلة وبسيطة. كنستمر على هذا الشكل هذا. اطراف العجينه ما كنجمعوهمش، نديرو قطعه على قطعه باش ما كتربوز لنا العجينه، كتجي زوينه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال من بعد ما طابت العجينه ديالي. كتجي غير كتشمع في الفران، ما كتحمرش. شوف البنات كتجي رطبه بزاف هشيشه. الا كانت باقا سخونه قطعتها باش تشوفوا العجينه كي دايره ولا لاباط كي دايره. هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. كيف ما قلت لكم انا في الاول راه خليتها شويه غليظه، نتوما على حسب شنو كتبغيو. كتجي زوينه بزاف، كنتمنىكم تجربوها. انا خرجت لي 6 القطع كبار و50 حبه صغيره، يعني تبارك الله ما شاء الله. راه كميه لا باس بها، كميه اللي زوينه بزاف. كنتمنىكم تجربوها، ومازال ان شاء الله المزيد من الوصفات لرمضان الكريم ان شاء الله. وهاد العجين البيتزا ان شاء الله اللي غتحتاجوها في رمضان الكريم. كتجي زوينه بزاف، عجينه اللي سهله وبسيطه في نفس الوقت، كتجي رطبه وهشيشه. لاباط اللي رائعه، كنتمنىكم تجربوها ما غتندموش عليها. كنتمنىكم المزيد من التشجيع. الى فيديو اخر ان شاء الله. هنا البنات غنشارك معكم الطريقه ديال الجميع ديال طبيعه الحال كلشي كيعرف يجمع. انا غير وريتكم الطريقه ديالي اللي كندير. كل حبه كنوضعها في السلوفان وكنجمعها. صافي كنستمر على الطريقه. الحبات الكبار كل حبه بوحدها، وديك الصغيره كنجمع 10 الحبات في كل قطعه ديال السلوفان، وكنجمعهم في الكونجيلاتور. يعني كتجي طريقه اللي زوينه بزاف. ندير 10 الحبات ونجمعهم في السلوفان. بالنسبه للكبيره كنديروا كل حبه بوحدها. صافي من بعد ملي كنحتاجوا الكميه اللي بغينا كنجبدوها على هذا الشكل. كنوضعهم في المجمد.